السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قفل المؤشر على 18630 نقطة بصعود 0.4%. قيمة التداول 2 مليار و800 مليون. عدد الأسهم 219 سهم بصعود 122 وهبوط 76 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم التجاري 584 مليون، بعد كده بلتون 333 مليون، بعد كده مصر الجديدة 116 مليون، بعد كده السويدي 108، بعديه القلعة 108. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع البنوك 23%، بعد كده الخدمات المالية 21%، بعد كده العقارات 11%، بعد كده الأغذية والمشروبات 8%، بعد كده الرعاية الصحية والأدوية 7.5%. النهاردة المؤسسات بأكملها مصريين وعرب وأجانب كانوا شراء، والأفراد كلهم كانوا بيع، سواء مصريين أو أجانب أو عرب. حابب اتكلم في الفيديو ده عن سهم طاقة عربية. سهم طاقة عربية ارتفع 20% في جلسة واحدة، سعره اصبح 9 جنيه 91 قرش. كان في الجلسة اللي قبليه سعره بيتداول 8 جنيه وربع تقريبا. كان نزل عليه خبر النهاردة، او في خبر من احد الصحف، يعني بيقول ان هو بيدرس اقتناء شركة وطنية اللي هي الشركة التابعة للجيش. فده طبعا ده ساعد في صعود السهم، ولكن انا عايز اقول ان مش الخبر بس هو اللي ادى الى ارتفاع السهم، الارتفاع الكبير ده، لا، هو سعر السهم. لان في بداية طرح شركة طاقة عربية، وانا اتكلمت اكتر من مرة في الموضوع ده، اتكلمت في الجروب الفيسبوك وجروب الواتساب. هسيب لحضراتكم اللينكات بتاعت الجروبات دي في اول كومنت في تحت في الفيديو. ان في بداية طرح شركة طاقة عربية كان سعر الصفقة اللي تمت عليه 8 جنيه و90 قرش. هو كان بيتداول اسفل سعر الصفقة، يعني كان في 8 جنيه ونص، مرة 8 جنيه وربع. اخر الجلسة اللي هي بتاعت امبارح كانت 8 جنيه وربع. فده طبيعي جدا ان طبعا ان كان في صفقة تمت عليه، صفقة كبيرة بحوالي 3.5 مليار جنيه على سعر 8 جنيه و90 قرش. وانا نبهت اكتر من مرة عندي في للناس اللي معايا في الجروب، سواء جروب الفيسبوك او جروب الواتساب، ان السعر ده كويس جدا جدا جدا، والحمد لله. يعني النهاردة السهم طلع 20%. انا حابب ابارك للناس اللي كسبت واللي صبرت على السهم، واللي وثقت في الكلام اللي انا قلته. واتوقع برضو ان السهم ان شاء الله باذن الله ممكن يطلع اكتر من كده، لان الشركة دي شركة قوية، بدليل ان الشركة دي او السهم لما طلع النهاردة 20% سحب معاه وشد معاه سهم القلعة. يعني مع ان القلعة هي اللي بتساهم في شركة طاقة عربية، ولكن شركة طاقة عربية شركة محترمة. وبس كده يا جماعة، واتمنى لحضراتكم التوفيق، واتمنى ليكم المكسب الدائم ان شاء الله باذن الله. واتمنى من حضراتكم الاشتراك في قناة أكاديمية عواد. وانا هسيب لحضراتكم زي ما ذكرت في بداية الفيديو اللينكات بتاعت الجروبات الواتساب والفيسبوك في اول كومنت، في اول تعليق. وان شاء الله انتظروني في فيديوهات قادمة، وشكرا لحضراتكم جدا. السلام عليكم.